مؤمن يا مؤمن يا مؤمن، انت عايز تجيب بعد دونت ودازنت وديدنت فعل منتهى باس او اي اس يا مؤمن، ما ينفعش، حرام شرعا، حرام 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 حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك في فيديو جديد من السمر كورس بتاعنا. ان شاء الله طالعين نكمل الهيلبنج بيربس. عندنا ثالث فعل اللي هو الفعل دو. احنا ان شاء الله زي ما عرفنا ناخد الفعل وتصريفه ازاي يكون في المضارع، ازاي يكون زي ما احنا عارفين ناخد كل فيرب نشوف تصريفه في البريزنت وفي الباست. ان شاء الله عندنا الفيرب دو، ادي دو الفيرب دو. قلنا ايه؟ زمنين، زمنين بريزنت وزمنين باست. دو بيتصرف في البريزنت اللي هو المضارع بكلمة ايه؟ دو وداز. طيب في الباست لكلمة did. تاني، أي حد بيسمع الفيديو مش عارف، أول حاجة كلمة do، عندك present وعندك past، عندك مضارع وعندك ماضي، زمن مضارع وزمن ماضي. كلمة do و does ده مضارع، تمام؟ طيب did ده في الماضي. كلمة do تيجي مع مين؟ تيجي مع I we you they الضمائر. طيب does تيجي مع مين؟ she he it. طيب did تيجي مع كل الضمائر، كل الضمائر. احنا قلنا احلى حاجه ان الماضي ايه؟ بياخد كل الضمائر. احنا اول حاجه في الفيديو طلعنا تصريف الفعل دو في البريزنت وفي الماضي. عندك كلمه دو تيجي مع I وي ويو وذي. طب كلمه does she وهي وات. طب ايه الفرق بين كلمه دو وداز؟ كلمه الاي اس، الاي اس الفرق بين كلمة دو وداز كلمة الاي اس اللي هي اس المفرد. زي ما احنا عارفين ان هي شي وات افعال مفردة او ضمائر مفردة، بنجيب اللي بيجي مع الضمائر دي بنحط له ايه؟ اس المفرد. اي اس اي اس اي اس، المهم اللي هو اخره ايه؟ اس. بعد ما خدنا تصريف الفعل، يلا بينا نخش بقى على معناه وازاي نحوله لفعل مساعد وشوية التركات بتاعته. بسم الله. اول حاجة يستخدم verb to do كفعل اساسي اللي هو ايه؟ المين فيرب. من فيرب بمعنى يعمل او يفعل، يعمل او يفعل نفس المعنى يعني. ده في البريزنت، انا بعمل الواجب دلوقتي، انا بعمل الواجب دلوقتي. محمد يفعل الواجب دلوقتي في البريزنت في المضارع. وعمل او قام بفعل في الماضي، انا عملت الواجب، انا قمت بفعل الواجب امبارح، انا قمت بفعل الواجب امبارح. انا عملت الواجب دلوقتي ده في المضارع، انا عملت الواجب امبارح في الماضي في الباست. تمام؟ بتدوب بمعنى اساسي كفعل اساسي بمعنى يعمل او يفعل في المضارع، او عمل او قام بفعل شيء في الماضي. يلا بينا ناخد الاكزامبل، يلا بينا. زي ما احنا بنعمل كل مره، اي ده الفاعل، شي هي ده الفاعل، فاتن ده الفاعل. اي اي تاخد ايه؟ دو. يبقى انا اي دو. ليه؟ عشان ده فاعل جمع، وقلنا ان السبجكت برونونز تحل محل الفاعل، وده فاعل جمع، فاعل جمع يبقى ياخد الفعل بدون اضافات. I do my homework alone. انا بعمل الواجب بتاعي بمفردي alone. انا بعمل الواجب بمفردي دلوقتي في البريزنت اللي هو البريزنت اللي هو ايه؟ المضارع. طيب اكزامبل، ده واحد ده اتنين. he does sports in the morning. بص، he ده ايه؟ subject جه بعده ايه؟ do و does، جه بعده ايه؟ does. ده do وده do. ايه ده بقى؟ اي اس. ديت حاجه اسمها اضافه للفاعل المفرد. طب هي بتيجي مع هي بس؟ لا، بتيجي مع الشي، تيجي مع الات. هنا اشيل هي واقول she does، اشيل she واحط it does. تمام؟ تاني، ايه الاي اس دي؟ ديت حاجه اسمها اس اي اس اي اي اس، ديت اضافات
للفعل المفرد. الفعل بتاعي دو، هحطله اي اس عشان جه قبليه فاعل مفرد زي ما قلنا دي he does. طب لو كنا شلنا he حط يو وي مثلا، احط وي دو. تمام. يبقى he does sports in the morning، هو بيفعل الرياضة في الصباح. طيب فاتن دي subject، يحل محلها البروناون ايه؟ subject pronouns اللي هو ايه؟ she. ليه؟ عشان احنا قلنا الفاعل، ضمائر الفاعل بتحل محل ايه؟ subject. اول فيديو خالص ادينا براجع على قديم. she did her work last night. بص بقى، عايز اقول لك حاجه. انا كبدايتي في الانجليش، لو اي حد بيتفرج عليا هو لسه بادئ انجليش، في كلمه الماضي لازم احط لك كلمه تدل على الماضي. ليه؟ ده كمبدئيا. بس انا مش شرط ان انا احط لك كلمه عشان تدل على الماضي. ده في الليفل اللي بعديه تاني، عشان محدش يقول لك لازم، يعني مش لازم تحط كلمه داله كيورد. اقول لك حاضر، بس ممكن واحد مستوى اقل بيتفرج على الفيديو لازم يكون ايه، نمشي ليفل مع ليفل. يبقى هنا كلمه last night يعني الليله، امبارح. فاتن did her work last night، هي فعلت الشغل بتاعها امبارح. هي عملت الشغل بتاعها ايه امبارح، مثلا كان متكلفه مثلا تاسك وعملته. يبقى فاتن did her work last night، هي عملت الشغل بتاعها امبارح. يبقى ديت ماضي، وعشان ماضي جبت كلمة ايه؟ did. تاني لازم أنا اجيب لك كلمة تدل على الماضي. ليه؟ في اللغة الإنجليزية عامة، أنا جملة، أنا ايه؟ جملة قاعدة في حالي. أنا زمن المضارع، أنا جملة زمن المضارع. جاب لي كلمة تدل على الماضي، أبقى ماضي. شلت كلمة الماضي أرجع مضارع. جالي كلمة تدل على مستقبل، أبقى مستقبل. طيب شلت الكلمة المستقبل رجعت مضارع. يبقى الجملة في اللغة الإنجليزية مضارع. بس لو جبت كلمة تدل على الماضي أروح ماضي. جالي كلمة على الفيوتشر أرجع فيوتشر. يبقى نقول إيه؟ الجملة التي ليس بها محدد زمني زمنها مضارع. الجملة التي ليس لها محدد زمني زمنها ايه؟ مضارع. ليه؟ عشان أنا جملة مضارعة قاعدة في حالي. جبت كلمة تدل على الماضي هبقى ماضي. طب الجملة أرجع تاني، كلمة تدل على الفيوتشر أروح فيوتشر. شالت الجملة الفيوتشر أرجع مضارع. يبقى الجملة في اللغة الإنجليزية زمنها إيه؟ مضارع، طالما ما جاتليش محدد زمني سواء كان ماضي أو فيوتشر. ليه؟ عشان إحنا عندنا 3 أزمنة في الإنجليش: مضارع وماضي وفيوتشر. مضارع وماضي فيوتشر بس. وصلت؟ يبقى بعد ما خدنا استخدام الفيرب نيجي بقى عند نفي الفعل do. تاني نقطة، عند نفي الفعل do يتحول من المين فيرب الفعل الأساسي إلى فعل مساعد. يبقى إمتى أحول الفيرب to do لمين فيرب helping verb؟ لما أنفي. أنا الفيرب do أهو، فيرب do والفيرب does والفيرب did. يعني الفيرب do والفيرب does والفيرب did. اجيب بعد ايه يا معلم؟ نفي. قلت لك النفي احط ايه؟ كلمه ايه؟ not او not. يبقى تتحول لكلمه don't وتتحول لكلمه doesn't وكلمه didn't. طب ايه اللي يجي بعده بقى؟ يجي بعده مصدر بدون اضافات. تاني جملة بتلخبط الطلاب اللي في ثانوية عامة. طالب في ثانوية عامة بيجيب لي بعد دونت
فعل منتهى باس. يعني مثلا she doesn't comes بيحط لي اس، غلط، ما ينفعش الكلام ده. بعد don't و doesn't و didn't اللي بيجي بعده مصدر بدون اس. مصدر قولا واحدا. حرام شرعا ان انت تجيب بعد don't و doesn't و didn't فعل اخره اس او اس او اس. بعد الثلاثه دول لازم نجيب مصدر بدون اضافات. بعد الثلاثه دول اجيب مصدر بدون اضافات. بعد الثلاثه دول اجيب مصدر بدون اضافات. يعني ايه اضافات؟ يعني اس اي اس اي اي اس، ده في المضارع. طيب في الماضي دي اي دي اي اي دي. ما تجيبش فيرب زائد اي ان جي. الفعل الاساسي لازم يكون عشان مين فيرب لازم يجي لوحده في الجمله. في الجمله دي هل في فعل في الجمله دي هل في فعل غير دو في الجمله؟ في الجمله دي والجمله دي والجمله دي هل في فعل تاني في الثلاث جمل دول؟ سؤال بس، هل في فعل في الثلاث جمل دول؟ لا، مفيش الا دو، مفيش الا هو. طيب هنا انا جبت فعل اهو فعل دو بس منفي. دو بس منفي، قصدي does بس منفي. did بس منفي. بعديه فعل وجبت بعديه فعل وجبت بعديه فعل. يبقى ده main verb؟ لا، ده helping verb. امال ده المين يا باشا. ليه بقى؟ ليه؟ المين فيرب لازم يجي عشان يتم معنى الجمله. طيب doesn't she comes party، هي اتت الحفله، هي جت الحفله. طب انت كده حولت الجمله من ايه؟ من نفي لاثبات. طب انا عايز انفي الجمله، لازم انا احط الفعل المساعد ده عشان يساعدني ان الجمله تبقى ايه؟ منفيه. انا قلت لك ان الفعل المساعد بيساعدك فين؟ في النفي والسؤال. تاني فيديو تقريبا او تالت فيديو قلت لك الفعل المساعد بيساعدك فين؟ في النفي والسؤال. ليه؟ عشان الفعل المساعد في السؤال بيحدد لك زمن الجمله. يعني مثلا what did you do؟ what do you do؟ what do you do؟ ديت present. what did you do؟ past. امتى الفعل do يتحول من فعل اساسي لفعل مساعد؟ لما يبقى منفي. لما ينفي. ولما انفيه لازم احط له كلمه not، يتحول ل don't و doesn't و didn't ويجي بعديه مصدر بدون اضافات. الاضافات اس اي اس اي اي اس، ده كبريزنت، كباست دي اي دي اي اي دي. تمام. وفي اضافات فيرب ذات اي ان جي ما تجيبش برضه. يبقى ملاحظ ان بعد don't جالي كلمه have. طيب بعد doesn't جاب لي كلمه come. اللي بعد didn't جاب لي كلمه learn. اهو ده infinitive، ده infinitive اللي هو ايه؟ المصدر بدون اضافات. تمام. جملة الباست جبت لك ايه؟ محدد زمني in the past، يعني في الماضي. هم ما تعلموش انجليزي في الماضي. they didn't learn English in the past، يعني هم ما درسوش انجليزي في الماضي. didn't ايه اللي جه بعدها؟ فعل في مصدر. doesn't ايه اللي جه بعدها؟ come مش comes. don't ايه اللي جه بعدها؟ have. تمام. ما جاش بعدها has. كده نكون خلصنا verb to do على اكمل وجه. عرفنا تصريفه، عرفنا بيجي شكله في عرفنا شكله في المضارع، وعرفنا شكله في الماضي، وعرفنا معناه لما يكون من verb، وعرفنا لما يكون helping verb. خدنا شوية تكات برضو تساعدك كجنرال يعني في الانجليش. تمام. كده بنكون خلصنا الفيديو. استنى بقى الفيديو اللي جاي اللي انا مستنيه من ساعة ما بدأت الكورس ده عشان أعالج بعض النقط عند بعض الطلبة. نتقابل في فيديو جديد. سلام.